مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال لمياء. لمياء اللي ألمت المغاربة بشكل كبير. لمياء 38 سنة اللي طول الرأي العام أكثر في الموضوع. كتب لها ربي ناس من المقربين جاو عندها وعند الأم ديالها، قالوا واحد السيد من العائلة راه يتزوج بك. الوالدين ديالها وبالأخص الأم لحات أنه تزوج. الكارثي في الامر انه متقدم في السن. هذا الشخص هو الاصل ديالو يمني، الام ديالو مغربيه توفات، عنده حوالي 75 سنه. تزوجت به، داروا العقد، داروا الاجراءات، شهر قال لها غادي نمشي نصوب الوراق وغتمشي معايا لفرنسا فين كيعيش. الغبير الظهير الى تقريبا شي يومين ولا 3 ايام قبل من هذا الفيديو كيصيفط لها في ميساج في الواتساب تيقول لها صباح الخير. هذا هو واقع الحال. هنا بدات الاسئله والعائله والام كلشي والسيد ما ماتش باقي في عيش، داخت فيهم الدنيا. كان عنده جواب مع الاطراف بطريقه فيها نوع من الاستهزاء. قال لهم هذوك الناس انا كنت مشيت لعندهم وما تقاديناش ومشيت في حالاتي. هو مزوج بها عقد رانا عام ونص. هاد الشاب اللي هي لمياء 38 سنه تبارك الله، حركيه اكتيف، كتخدم خدامه فرمليه، كانت بخير وعلى خير. عاد دخل هو مع هاد العام ونص. الشتات المبين كاينه في هاد البنت. هاد القصه هكا طروات كما تبعتو معنا في الفيديو السابق، واحتراما للمتتبعين اللي ما شافوا الفيديو الاول عطينا فيه نبذه. الجديد في الموضوع وهنا كنتكلموا مع هاد المعني ديال الزوجين 75 سنه. الفرح والسرور دخلوا المغاربه اللمياء. الفيديو توضع يوم امس 6 ديال الصباح وهي باقا في التليفون. الجاليه المغربيه، وهذا شيء متعارف عليه، خوتنا ذكورا واناث، صغارا وكبار في جميع من الدول، كل شيء يساند لمياء بشتى الطرق المشروعه والقانونيه معنويا ماديا من اجل انه تفك فهاد الظلام اللي كانت عايشه فيه سنه ونصف. غادي نشوف الموضوع مع لمياء وكذلك تطور مهم في الموضوع. تبعوا معايا. وضعنا الفيديو البارح الوضع النفسي ديالك وحسوا بك المغاربه، كيفاش كان التواصل ديالك مع المغاربه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اول حاجه كنشكرك يا يوسف خويا بزاف، انت الشكر لله والشكر لك انت، حيت بالفضل ديالك الحمد لله بعد شويه النفسيه ديالي الحمد لله معاك ملي لحتي الفيديو. الحمد لله خوتنا بالجاليه المغربيه ولا هنا في المغرب، والله زعما حسيت براسي ماشي بوحدي الحمد لله. درجه مساكن حتى 6 الصباح وهما باقيين كيعيطوا ليا من اي بلاد. كتعرف حنا كل واحد عنده الساعه امتى ما عرفتش كيفيق. اش غنقول لك، عاد حسيت براسي راه انا رجعت لمياء الحمد لله. كنحمد الله وكنشكروا على الناس ديال الجاليه المغربيه ولا الناس اللي في المغرب، من ميريكان، من فرنسا، من الالمان، من سويسرا، من بلجيكا، من جميع انحاء العالم. كنشكرهم بزاف خوتي المغاربه اللي عيطوا ليا وساندوني وقالوا لي حنا معاك اختي لمياء، العيالات لا رجاله لا الى بنات لا ولاد لا كلشي. كنشكرهم بزاف حيت عيطوا ليا وساندوني وبردوا لي شويه الحرقه اللي كانت في قلبي، كيقولوا لي حنا نوقفوا معاك، حنا غير صيفط لنا المعلومات، حنا نوقفوا معاك، حنا خوتك، حنا ما ندوزوكش. الحمد لله كنحمد ربي وكنشكره، الحمد لله كنحمد ربي وكنشكره، الحمد لله اللي لقيت خوتي اخرين، الحمد لله. حسيت براسي ماشي بوحدي. كنشكرهم بزاف، كنشكر الناس كاع اللي جاوبت، كنشكر الناس اللي ما جاوبتش اللي ما قدرتش نجاوبهم تما. كنشكرهم كنقول لهم سمحوا لي راه حيت ما جاوبتكمش وما قدرتش نجاوبكم، سمحوا لي بزاف. كنشكركم بزاف وكنشكرك يا يوسف انت بزاف اخويا، بزاف كنشكرك انت. الله يسترك يا رب. مشاهدينا الكرام، من الطبيعي جدا انا ما تنحاولش نقاطع، كنخلي الامور، ولكن هي عطاتني بشكل يعني كما كنقولوا ملخص. انا غادي نقدر نحلل شويه في الموضوع. نوعيه هذا الاتصال كيفاش داير؟ المساند القوي هما المغاربه ذكورا واناث في جميع الدول. الحيثيات ديال الاتصال او المعلومات اللي دارت بينه وبين لمياء تقول لها شنو محتاجه، شنو بغيتي، حنا معاك، ديري القانون اللي خصك، حنا معاك.
لدرجة تيقول لها كذلك احنا غادي نمشيو، كاين تبارك الله المغاربة اللي عندهم ولادهم تما وكبروا، وكاينين الناس اللي مغاربة جالية مغربيين اللي في محط صنع قرار فرنسا، غادي نمشيو للقنصلية، غادي نديرو القانون، غنجبدو شكون هو. علاش يستهزئ لينا بنتنا وختنا سنة ونصف هاد الطريقة؟ يعني الكلام ديالها كان على شاكلة ملخص، ولكن الحيتية هكا كانت، وهي مسكينة تدرف الدموع وفرحانة، قالت لك أنا عام ونص هكا وأنا كسبت الآلاف من الناس من أروع الأشياء. مشاهدينا الكرام غنجي للمرحلة الثانية مهمة جدا. شاف الفيديو، ربط الاتصال مباشرة بأختها، تبعوا معايا المعلومات اللي كاينة. هو شاف الفيديو وعيط لأختك شي نمرة أخرى، هو كان بلوكيها، عيط لها باش نخرج. شنو قال لها؟ عيط ليها قال لها السلام عليكم. السلام. عافاك، راني شفت الفيديو تفرجت في الفيديو، عافاك غير طلبي اختك وطلبي امك ما يديروا معايا والو، وانا هاد السيمانه راه غادي نقطع ونجي ونجيب ليها وراقيها. ما فهمتش وراقيا زعما شنو هما، واش وراق طلاق ولا وراق ما فهمتش، ما عرفتش شنو هما الوراق. المهم قال لها غير عافاك، وكيترعد ويبكي وحالته حاله ويترعد ويقول لها عافاك، يقول لها ما دير معايا والو، هادي انا ما قاد على محاكم، ما قاد على هادي، انا غادي نجي وغادي واحد الحاجه ملي ما قاد على المحاكم غتشوفني عاوتاني في هذا الفيديو. ملي ما قادش على المحاكم علاش خليتيني سنه ونصف وانا كنت تعذب، ما عرفتك واش حي ولا ميت والحمد لله والفضل كيرجع لوالديا وكيرجع للام ديالي. كنت كانت مثلا هاد البنت اللي ما عندهاش والديها وما عندهاش مسكن وتزوجتي بها وخليتيها، فين غتخليها في الشارع؟ فين غتخليها؟ انا كنحمد الله وكنشكرو اللي لقيت ميمتي حيه وحدايا وفي دويرتنا وفي دارنا وجالسه في دارنا، كنحمد الله وكنشكرو اللي ما خليتينيش في الكرا ولا ما خليتينيش في هادي اللي نتلاوط ولا كره طرات ليا بزاف د الحوايج طراو ليا. الحمد لله كنحمد الله وكنشكرو اللي بقيت في دارنا، والله يجازي المغاربه. وكنقولها وكنعاودها، الله يجازي المغاربه في المكان وفي اي بلاصه في العالم اللي ساندوني وبردوني شويه وريحوني شويه ملي قالوا لي الهضره ديالهم وقالوا لي نوقفوا معاك وحنا معاك وحنا خوتك. الحمد لله انا فرحانه دابا، الحمد لله عندي خوت اخرين كنحمد الله وكنشكرو. الحمد لله الحمد لله خويا يوسف. واسمح لي ما أنا نساعدك، مرحبا. لا أنت بعدا نفسانيا الحمد لله، دابا أنت كتشوفي بين عينك كتبداي الإجراءات ديال الطلاق ضروري الحمد لله. والناس صراحه عيطوا لي من الجاليه المغربيه وقالوا لي نوقفوا معاك وهادي ونديروا لك محامي وهادي، ولكن انا كنطلب يا ربي، كنطلب من الاستاذ النعيمي حيت هو اللي عزيز عليا وهو اللي كيعجبني بزاف، كنتفرج فيك الاخ يوسف بزاف معاه، هو اللي بغيتو يترافع عليا، هو اللي غنتيق فيه، هو اللي بغيتو وعزيز عليا داك السيد. وكندير لي النداء ديالي من عند الاخ يوسف، الله يجازيك بخير والله يخليك وليداتك السي نعيمي. الا ما شوف من حالي وقف معايا، انا بغيتك انت اللي توقف معايا السي نعيمي الله يحفظك. لا ما تبكيش ما تبكيش، نعيمي ما يردكش، انا كنقولها نيابه عنه. قالوا لي كلشي الناس في الجاليه المغربيه كلشي كيقولوا لي الاستاذ النعيمي غادي يوقف معاك وما غيبخلش عليك. كنطلب منك من هذا المنبر استاذ النعيمي الله يجازيك بخير وقف عليا، انا يتيمه ما عنديش الاب ديالي وكنت هو الاب ديالي. الله يسترك يا ربي، صافي ما تبقيش تبكي، راه تولي بخير وعلى خير ان شاء الله. احنا معاك قلبا وقالبا، امر من الله، والدعم للمغاربه ما عمرهم غادي يجوزوك. مشاهدينا الكرام والله العظيم لحظات صعبه فيها الفرح انه بدات البنت كترتاح اكثر. التواصل ديال الناس ملؤوا ليه الدفء من جميع الجوانب. غادي نبدا بالجديد اللي قالت لينا، المعني بالامر 75 عام، لا عافاك ما قاد على محاكم، ولكن قاد جا الوقع عام ونص. هادشي دابا هاد الجواب ديالك كتجي في الدنيا، مشيتي عند ربي ما عرفناش شكون السابق اش تقول ليه. للتذكير فقط، انت مسلم، اخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: اوصيك بالنساء خيرا. قلب عليها الا ما عرفتيهاش، شوف كلامي واش شي تنقول صحيح ولا لا. هاد السيدة هادي ما صنتيها راه انتيها وخليتيها هكاك عام ونص. هذا موضوع، الجواب ديالك واضح،
وهي غدير الإجراءات القانونية. المسألة الثانية هو النداء الأستاذ الناعمي ليزيد محامي بهيئة الدار البيضاء، محامي معروف دفاع كنزة بشكل كبير ودفاع أكرم كذلك، والكل المغاربة يعلمون جيدا نزاهة وكفاءة الأستاذ الناعمي. إحساسي لن يتردد، إحساسي سبحان الله العظيم ما يخيبنيش الأستاذ الناعمي لمساندة ومؤازرة لمياء في الظرفية الراهنة. نعلم جيدا مشاهدينا الكرام أنه الظرفية الآن إضراب عام على المستوى الوطني فيما يخص هذا المحامون، ولكن في بداية ما يترفع هذا الإضراب في نقاش حول القانون، من الطبيعي جدا أنه الأستاذ الناعمي غيدير الإجراءات القانونية من أجل هذه البنية هذه تاخذ مسكينة يطلق سراح. هذا المعني، هذا جانب مهم. مشاهدينا الكرام الشكر الجزيل والله العظيم من القلب لكل المغاربة في المغرب وخارج المغرب، كل من ساهم وساعد معنويا ماديا. أخت لمياء أختنا صغيرة الوضع ديالها صعب، جالسة منغلقة في هذا المنزل، الكآبة والمرض النفسي جميع الكوارث، وانت عايش في بلاد أخرى. حتى تكلمات عاد وليتي كتعيط لأختها بأنها تقول لها لا ما تدعينيش، ولكن هي القانون الحق ديالها هذاك. سنة ونصف ليس بالأمر هين، ثم المآسي في ديك سنة ونصف الوضع الصحي ديالها كيفاش ترجع هاد البنت وتتأقلم في المجتمع. كارثة بشتى المقاييس. زواج جيتي عندها شهر خليتيها ومشيتي، عام ونص كانت لها صباح الخير، صباح الخير ديالك راه جاوبتك في الفيديو. وهنا عند المغاربة والله العظيم يعجز اللسان على الكلام، كيفاش يهتموا بها، كيفاش يتصلوا معها، وفرحانة هي، الكل يساند. مشاهدينا الكرام الله يقبل أجركم جميعا، كل من ساهم أو ساعد سواء مع الأخت ولا أي ملف كان لنا فيه الشرف أننا نوصل صوت إنسان كيف ما كان النوع ديالو ذكر ولا أنثى. مشاهدينا الكرام نحن لا تتبع قضية لمياء وننتظر جواب الأستاذ الناعمي اللي إلا جاوبني من طبيعي جدا ضرورة والرأي العام أنه يدخل على الخط في قضية لمياء، ثم نعيدكم إن شاء الله بالنسبة للإجراءات نقوم بتبعين قضية لمياء حتى تكون في بر الأمان. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.